السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، وأعطاه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. آه، الفار الفار في الدوري المصري نكتة الموسم، أو لعبة الموسم، أو ممكن مثلا نسميها كذبة الموسم. يا جماعة يعني بالعقل والمنطق كده، اللائحة بتقول إن في فار، وإنك لميتوا فلوس من الأندية كلها، كل فريق تقريبا مليون جنيه عشان خاطر الفار. والمدير التنفيذي لاتحاد الكوره يسافر اسبانيا ويقعد مع الشركه وينزل اللي هو خلص الدنيا، والدنيا كلها وردي وخلاص. وفجاه ده شركه ما فيش فار يا جماعه احنا بنلعب قسما بالله في دورات في الدقهليه بتتنظم احسن من كده. يلا وده مين اتحاسب عليه؟ والله في انا عيب ان انا اقول كده، والله في دورات رمضانيه في الدقهليه في المنصوره هنا بتتنظم بفار وبتحكيم وبحاجه انضف من اللي بيحصل في الدوري المصري. ويجي يقول لك سمعه الدوري المصري، اي سمعه بنتكلم عليها؟ اي سمعه بتتكلم عليها مقارنه بالدوري المغربي، بالدوري التونسي، بالدوري السعودي، الاماراتي؟ يا جماعه التهريج ده مسكين الاتحاد الكوره والكوره في مصر شويه، يعني مش عارف حد يقول إيه، لا يرتقوا ان هم يمسكوا الكوره في مصر. ومن المدير التنفيذي وليد العطار اللي في كل حته، ده زي البريد البوسطه او ختم البوسطه كده، طبع البوسطه اللي موجود في كل حاجه لازم خد وليد العطار معاك. والله العظيم وليد العطار ده اكبر. يلا اما الجواب بتاع افريقيا يجي له بالبطوله تتنظم، يوم شايل البطوله دوري ابطال افريقيا على حساب مين؟ وزير الشباب والرياضه قال لك هنعمل لجنه وطلع المخطئ وكده. اللجنه طلعت قالت لك ان الغلط في اللجنه التنفيذيه في اتحاد الكوره اللي هي برئاسه مين؟ وليد العطار. الغلط عند مين يا جماعه؟ عند وليد العطار. حلو، فين بقى العقاب اللي راح لاستاذ وليد العطار؟ ولا اي حاجه، ولا يا جماعه احنا بتضحكوا على مين ولا بتستهبلوا على مين؟ بقت تمثيليه سخيفه. والله العظيم ده بقت حاجه تقرف، دمها تقيل، يعني كوميديا سوداء. نيجي نبص دلوقتي قال لك الفار والزفت. خدنا هات فلوس يا عم عشان الفار، خد المليون جنيه من كل فريق، معاك 18 مليون جنيه. تيجي تقول لك مديونات اتحاد الكوره كتير وما عادش فيه فلوس. ما تلم فلوسك يا عم، ما تلم فلوسك اللي عند الانديه واللي عند الزمالك بالاخص، وقول ما عنديش. هو انت عايز توفر او مش عايز تاخد من بعض الانديه فلوس وتجادل زي الزمالك والاسماعيلي والمصري وغيره وغيره وغيره؟ عشان على قفا مين؟ انت يعني بتوفر لهم على قفا الاتحاد فتيجي نبوظ المسابقه خالص؟ ما يا جماعه احنا كاهلاويه بنفكر حاليا ولنا الحق باللي احنا شفناه السنتين اللي فاتوا بالتحكيم. ما الدنيا ماشيه زي الفل والتحكيم ماشي الى حد ما كويس، ما فيش اخطاء فجه زي المره اللي فاتت، وفجاه الفار باظ. ايه يا جماعه؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ يقول لك مفيش فلوس. حلو مفيش فلوس، امال جايبين بيريرا تديله فلوسه ازاي؟ رئيس لجنه التحكيم جايبين هياخد فلوسه ازاي؟ روي فيتوريا مش تبع اتحاد الكوره بياخد فلوسه ازاي؟ إيه المدير الفني بتاع الاولمبي 26 سنه بياخد فلوسه ازاي؟ بالدولار والله يا جماعه الثلاثه. و... والجواب اللي هو يعني حرفيا ده دليل ان هم اتحاد الكوره بيسرق، او ده اللجنه التنفيذيه بتسرق. اللي هو احنا رحنا وقعدوا منزل صور وليد عطار وقعد مع اللجنه وخلاص وكل حاجه اتسوت، وهياخدوا فلوسهم كمان بالدولار، بسعر الدولار اللي فات اللي هو كان 17 جنيه، والدنيا ستيبل وخلاص والدنيا جميله. ما يا جماعه مش بعيد ده تكون لعبه عشان خاطر الدوري يبوظ، فالزمالك يلعب افريقيا والاهلي يبقى التالت يلعب كونفدراليه وبيراميدز يهبطوا في افريقيا، ويلا وهيصه وباظت. منتهى يعني اما تجيب ناس مش مسؤوله تمسكها حاجات مهمه ولها مكانتها، ده النتيجه. سلطه بس كده كوسه، مفيش حاجه. وبعدين سيبك انت لو حطيت الفار بقى والقرف ده كله قرف، سيبك من القرف ده نخش في قرف تاني. ما هي الكوره في مصر عباره عن كده، شويه قواضي وشويه قرف. زهقت من القرف خش على القواضي، زهقت من القواضي خش على القرف بس.
خالص. هما الحاجتين دول. آه، هي المفروض الاداره، يعني فن الاداره ده ولا علم الاداره ده، يعني اللي انا افهمه ان هو اللي بقى داري كويس قوي الناجح والبروفيشنال ده اللي بيتنبأ بالغلطه وما بيقعش فيها. الاداري بقى العادي اللي هو يعني حلو شغال ماشي حاله، ده اللي هو ايه، بتقابله الغلطه يقع فيها يقدر يعدلها ويمشي. الاداري بقى اللي هو بتاع الكوسه اللي على الله حكايته، ده الاداري بقى اللي هو بيلاقي الغلطه بيروح يقع فيها ما بيعرفش يصلح، يقوم مرقع اي حاجه ومبوظ الدنيا وماشي يلا. عمود قايم شيل العمود ابني صف طوب يلا كده حلينا المشكله. يعني اداره فشلت فشل ذريع في كل الاداره التنفيذيه هنا. يعني هو بغض النظر عن اداره اتحاد الكوره، الاداره التنفيذيه لان فشلت في كل حاجه مسكتها بقى سنتين اهو، وما زالت مستمره ومكمله. ما عندهاش اي سياسه في تحصيل الاموال اللي على الانديه، وبتسيب الفلوس وبتقعد لعيبه والله العظيم يعني عك في اتحاد الكوره بطريقه بشعه. وكل العك ده اهو ورا شخص واحد اسمه وليد العطار. اللي هو وليد العطار ده مش محدش قادر يقرب له، ولا حد هيقدر يجي ناحيته. واللعبه كلها شغاله لصالح ان الدوري يتلغى، والاهلي ما ياخدش الدوري، والزمالك يخش في افريقيا، والاهلي يلعب كونفدراليه، ويبقى ده يعني بص إيه، مش لاقي كلمه والله، بيحاول ينقل الفاظه مش لاقي كلمه يقول. الكابتن مدحت شلبي امبارح تناول الموضوع بمنتهى يعني عفوا، تناول الموضوع امبارح عادي اللي هو خالص، يعني حاجه بسيطه خالص، ايه المشكله يعني، ايه اللي حصل، بهدوء ويعني برود كده. إيه يا جماعه، يا جماعه لما في قضيه بتحصل ضد الاهلي الناس كلها بتقوم ما بتقعدش على الكرسي بتتكلم. صلوا على النبي كده ووحدوا الله وتعاملوا بضمير ومصداقيه مع الناس. والله اللي بيحصل ده شويه تهريج بس. ده كابتن مدحت شلبي في القضيه بتاعت الهلال السوداني، او الاعلام المصري كله بشكل عام في القضيه بتاعت الهلال السوداني، جابوا ناس من السودان وجابوا ناس من هنا وكلموا ناس من هنا، وايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى وايه وغيره وغيره. جه هنا خلاص مفيش تليفونات مفيش مكالمات، مش عارفين تجيبوا حد من اتحاد الكوره، المشكله تحصل على ايه. نتكلم بقى عن النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي هيلعب بكره، اتمنى كل التوفيق يا رب ان شاء الله النادي الاهلي ويكسب. انا متوقع ان شاء الله يا 2-0 يا 3-1 باذن الله من غير مقاطعه عليك يا رب. ان شاء الله نكسب ونسعد كلنا. بالنسبه في الاول بس عايزين نتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب. هو نزل تصريح امبارح ان هو الحمد لله في صحه كويسه، ربنا ينعم عليه بالشفاء، وان شاء الله يقوم ويقدر يحضر الماتش بكره من الاستاد ويكون اكبر داعم للاعيبه. وان شاء الله اتمنى ان اللعيبه تكسب وتهدي الفوز ده للكابتن محمود الخطيب والجماهير ان شاء الله، وربنا ييسر ويكون حظ حليفنا بكره وده اهم حاجه. آه، طبعا لازم نشكر مجلس الاداره ووزاره الداخليه ووزاره النقل. لازم نشكر كل واحد قدم خدمه لمصلحه الجمهور مش لمصلحه النادي الاهلي بعينه. واتمنى الخدمات دي تفضل متاحه، لو العدد ده هيفضل موجود في اي ماتش اهلي زمالك غيره منتخب مصر، الخدمات دي تفضل متاحه دايما. ما بقاش مثلا عشان خاطر انا اهلاوي، عشان ما بقاش خاطر مثلا الاهلي بس فنجمل الاهلي، او الزمالك بس فنجمل الزمالك، لا تبقى ديت ده اللي هو الطبيعي للعدد ده المفروض. وان شاء الله يعني الحكومه تعمل على كده. الشكر طبعا بدايه لمجلس الاداره على التنسيق مع وزاره الداخليه، كل الشكر لوزاره الداخليه بالسماح ب 50,000 مشجع. كل الشكر لمجلس الاداره انه خلى التذكره ب 50 جنيه اللي سعر متناسب الى حد ما. كل الشكر لمجلس الاداره اللي نسق مع وزاره النقل بتوفير الاتوبيسات بتذكره 10 جنيه من اي محطه هتركب منها لاستاد القاهره ب 10 جنيه بس، تنقل الجمهور من اي مكان على مستوى المحطات القاهره كلها لاستاد القاهره ده ب 10 جنيه. كل الشكر لمجلس الاداره وهيئه النقل. يعني مجهود جبار. ان شاء الله يعني في بعض الجماهير برضو بتعمل افطار للجماهير، يعني يفطروا بعض في الاستاد. كل الشكر للدكتور محمد سراج الدين بالاسم. الراجل ده رد على احد الاصدقاء او احد الناس في الكومنتات وقال له هيبقى في ناس مندوبين من المجلس الاداره واقفين على البوابات يسهلوا مهمه دخول الجماهير، وده في حد ذاتها يعني جهد كبير منهم. واتمنى يكون يعني الكلام ده يتنفذ فعلا، لان بجد في معاناه بالنسبه للجمهور في حته ال 72 شهيد اللي على التيشيرت.
ان شاء الله ما يحصلش اي حاجات من الحاجات ديت. وان شاء الله احنا كجمهور هنساعد الامن بتاع الاستاد في الدخول والخروج، وهنساعدهم في تنظيف الاستاد ان شاء الله. واحنا كجمهور عندنا الوعي الكافي ان شاء الله من غير ما اقطع يا رب ان احنا هننجح التجربه بتاعت ال 50000، ويبقى 50000 ده المينيمم بعد كده. يبقى بعد كده اي ماتش يجي يقول لك الساعه كامله ان شاء الله. وباذن الله الاستاد هيتملي باذن الله من غير مقاطعه. آه نتكلم برضو في حاجه ثالثه. امام عاشور مع رامز جلال في رامز نيفر اند حرفيا. ده من احسن الحلقات اللي كانت موجوده والله النهارده. ابرز بس تصريحات امام عاشور، اعتذاراته طبعا للاهلي ووليد سليمان وكابتن بيبو. يعني هو اصلا يعني من تربيه ابوه، اما قال لك ان ابوه زعل منه عشان ضرب كابتن وليد سليمان. انا فرحت في الحته دي قوي، وهو فعلا ولد متربي، هو من المنصوره جنبنا من السنبلاوين. ده اول حاجه، اول تصريح قاله. تاني تصريح كان اتكلم فيه حته الفسيخ والرنجه في ماتش اسوان. هو ما رضاش طبعا يقول مين اللي جاب الفسيخ او مين اللي كان مسؤول منعا للاحراج وكده، وان هم كلوه سواء قبل الماتش او بعد الماتش. فهنا كارثه وهنا كارثه. يعني كارثه انت بتاكل الحاجات دي بعد الماتش وانت مش في دماغك اصلا، ولو قبل الماتش تبقى كارثه انك مش فاهم خطوره الاملاح اللي تبقى موجوده في الكلام ده وانت بتلعب الساعه 3 الظهر في اسوان. يعني الجو بيبقى حار شويه. ف ده كانت ابرز تصريحاته. وان هو برده يعني امير توفيق بيفاوضه كده، فهو تحس ان هو ايه غاص شويه لتحت كده. كانت حلقه جميله وممتعه مع امام عاشور نجم خط الوسط ونجم ميتلاند. نتمنى له التوفيق مع منتخب مصر ومع فريقه ان شاء الله، ويكون داعم للمنتخب، وان شاء الله نشوفه الاهلي الفتره الجايه.